انا اسف لبلاك بانثر. بلاك بانثر 2 واكاندا فور ايفر، واحد من الافلام اللي ما كنتش متحمس ليها اطلاقا. ومش معنى اعتذار ليه معنى ان هو كان فيلم بيرفكت من كل النواحي، بس على ما قد الفيلم فاجئني، والفيلم حرفيا درامي ولمسني جدا 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 جدا. اهلا بكم في مراجعه فيلم بلاك بانثر 2 واكاندا فور ايفر. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان في حلقه جديده. حلقتنا النهارده عن مراجعه جديده لواحد من احدث افلام 2022 واخرها في نطاق فئه افلام السوبر هيروز. واحد من افلام على مارفل السينمائي، واللي هيكون ان شاء الله معانا هو ختام المرحله الرابعه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، سواء افلام او مسلسلات. الفيز 4 من عالم مارفل السينمائي انتهت تماما. ان شاء الله بعد الفيلم ده، بعد مراجعته سواء بالحرق او بدون حرق، هنعمل حصاد للمرحله الرابعه كامله من افلام ومسلسلات. والمستقبل ان شاء الله في عالم مارفل السينمائي قدام هيعمل لنا ايه، وهنروح لغايه فين للملحمتين الكبار افنجر سيكريت وور وافنجرز ذا كانج داينستي. لكن النهارده هنتكلم عن فيلم بلاك بانثر 2 واكاندا فور ايفر من غير حق ان شاء الله. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. طيب، فيلم بلاك بانثر 2 واكاندا فور ايفر هو واحد من افلام عالم مارفل السينمائي، ياتي لينا بعد مسلسل شي هالك، ولو على مستوى الافلام بياتي لينا بعد فيلم ثور لاف اند ثاندر. الفيلم ده جاي في نطاق ضيق جدا جدا جدا، لان الفيلم طبعا تم التعديل عليه في السكريبت، نظرا لان بطل الفيلم، نظرا لبطل الشخصيه هو اصلا مات في الحقيقه. الممثل تشادويك بوزمان، مؤدي شخصيه تشاتشالا، مؤدي شخصيه بلاك بانثر، توفى في الحقيقه. فالسكريبت بتاع الفيلم اتغير تماما، واتجاه الفيلم اتغير معانا. فاتجاه الفيلم اتغير والقصه اتغيرت. هنتكلم بقى عن قصه الفيلم بدون حرق. قصه الفيلم بتتكلم بعد وفاه طبعا تشالا، بعد وفاة بلاك بانثر، وازاي تأثير موته على مدينة واكاندا، وازاي هيتعامل مدينة واكاندا سواء المواطنين او هتتعامل امه ازاي، هتتعامل شور ازاي، هيتعامل الحرس بتاع المدينة ازاي، هيتعامل العالم والامم المتحدة ازاي مع مدينة واكاندا ازرق، بعد ما عرف ان هم يمتلكوا الحاجة اللي هي طبعا موجودة نادرا في كوكب الارض، وكانوا بس عندهم اعتقاد ان هي بس موجودة في واكاندا، وهي عنصر الفايبرانيوم. الفايبرانيوم اللي هم معمول منه السوت او البدله بتاعت بلاك بانثر اصلا. فازاي يواجهوا التحديات دي مع وجود عنصر خارق جديد ظهر على كوكب الارض، وهو عنصر الاطلنطيين، او ده المسمى يعني بتاعهم الاصلي يعني، وهو عنصر طبعا نيمور، وظهور جماعه البحر، البشر اللي ساكنين في البحر طبعا تحت. طيب، واحد من الافلام الحقيقه اللي انا كنت دايما بقول انا مش متحمس لها اطلاقا، انا الفيلم ده مش عايز اخشه وعارف اللي فيه وما الى اخره، بس طبعا مع الاعلانات اللي غيرت رايي، مع فكره ان هم هيلعبوا على فكره الحساسيه بتاعت وفاه الممثل تشادويك بوزمان، وطبعا هيستخدموها في الفيلم بحيث ان هو يلعب لك على العامل الدرامي. بس هل الفيلم عجبني؟ احب اقول لك ان الفيلم عجبني، الفيلم جيد. ومش عايز احرق حاجات ممكن اقولها في فيديوهات مستقلة تانية عن فكرة مقارنته بالافلام في 2022، بس حقيقي لا نعمل تاني. العامل الدرامي في الفيلم هو اقوى حاجه في الفيلم. العناصر بتاعت السي جي اي جامده جدا يا جدعان حرفيا. التمثيل لما كنا بنخش على الحتت الدراميه، وبمناسبه الحته بتاعت تشادويك بوزمان اللي هو وفاته طبعا، بلاك بانثر اللي هو هيلعب لك عليها في الفيلم، هي اتعملت على مستوى 4 مرات. مره طبعا في المشهد الافتتاحي الانترو بتاع مارفل، وحرفيا كان جامد جدا. مره في المشهد الافتتاحي بتاع الفيلم اصلا، وطبعا في الاخر في البوست كريدت سين او في المشهد الختامي بتاع الفيلم. فحرفيا عايز اقول لك المعالجه من المخرج راين كوجلر شابوه بجد. حرفيا ما حسنيش ان هي حاجه مبتذله، لا حرفيا انا كنت ملموس. وكانت الحاجه لما بتخرج لي في الشاشه، سواء على مستوى صوره، سواء على مستوى تمثيل، سواء على مستوى صوت، لا الثلاث حاجات كانوا متناسقين جدا جدا بالنسبه لي، واتاثرت. وحرفيا دي حاجه انا ما كنتش متوقعها ان الفيلم يعرف يلعب عليها. كنت فاكر بس اللي هو ايه، تشادويك بوزمان مات، اللي هو مؤسس شخصيه بلاك بانثر، يلا بقى نخش في اللي بعدين وهو مش مشكله. لكن كنت متوقع انها يعني ايه، هيتعامل معاها بخفيه، ومش هيكون فيها ايه لعب على الوتر الحساس كتير. لا، هو استخدمها في الاوقات الملازمه ليها طبعا جدا 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 جدا. وحرفيا الفيلم فاجئني بكل المقاييس. مش فيلم بيرفكت بكل تاكيد، لكن بالنسبه للمكان اللي انت تحط الفيلم ده وتحط توقعاتك فيه، فهو بالتاكيد يعني وفى بكل التوقعات اللي انت ممكن تقولها. وبالنسبه للحاجات اللي الناس منتظراها من الفيلم ده، الفيلم وفى، ويعني وفى ووعد بكل الحاجات اللي انت كنت ممكن تتوقعها. بالنسبه لي ده من وجهه نظري يعني بكل تاكيد.
يمكن الناس اللي هتتفرج على الفيلم هيقول لي الفيلم ده مؤثر في اللي جاي ويعني واخد من اللي قبله. وعايز اقول لك ان انت حرفيا لو اتفرجت على فيلم بلاك بانثر الجزء الاولاني وافنجرز انفينيتي وور افنجر اند جيم تقدر تتفرج على الفيلم ده بكل تاكيد. الفيلم حرفيا مش مستخدم اي حاجه في المرحله الرابعه. يعني لو انت قلت لي ان الفيلم ده كان من المفترض يتعرض في بدايه المرحله الرابعه كان حرفيا هيبقى مناسب جدا 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 جدا. يعني فكره ترابطه في عالم مارفل السينمائي، الايستر ايج اللي جوه الفيلم حرفيا تعتبر مش موجوده. هو بس واخد الايستر ايجز ايه من فكره الملحمه بتاعت الاند جيم، من فكره بلاك بانثر الجزء الاولاني، بس ده كل اللي الفيلم مستخدمه. يعني حرفيا ممكن، مش هدي طبعا حاجه مؤكده بنسبه تاكيد، بس ممكن ناس تخش تتفرج على الفيلم ده لوحده هيستمتعوا يعني بقدر كبير وجزء كبير من المتعه، سواء على مستوى طبعا المتعه البصريه وحدث ولا حرج، استخدام عنصر نيمور وجماعته بتوع البحر او واكاندا، وفكره ان احنا نرجع ليها، وفكره السي جي اي اللي مارفل اصلا بتنتقد عليه الفتره الاخيره. كل ده الفيلم محافظ على مستواه حرفيا في كل شيء. بالنسبه لي التجربه كانت مفاجاه لان مستوى توقعاتي كان قليل. هل ده معيار ان هو بالنسبه لي الفيلم حلو؟ لا، لان الفيلم وانا شغال معاه وانا بتفاعل معاه الفيلم كان بيستخدم الحاجات اللي بقول ايه يا ريت يستخدموها بالطريقه دي، يا ريت يعملوها بالطريقه دي. ممكن تكون مناسبه بالنسبه لي، ممكن ما تكونش مناسبه بالنسبه لك، بس فكره اللعب على الوتر الحساس بتاعت وفاه بلاك بانثر ذا اوريجينال بلاك بانثر بالنسبه لي كانت مثاليه بالنسبه لي جدا جدا جدا. وكده انا متفائل بالمخرج رايان كوجلر اللي من المتوقع هو ومخرج فيلم تشانج تشي اعتقد هما الاثنين اللي محطوط عليهم السبوت، لما واحد فيهم هيخرج فيلم افنجر كانج دايناسي وافنجر سيكريت وور، او الاثنين هيتقاسموا الفيلمين. فحرفيا كده انا مطمن سواء على فكره ان ده فيلم سوبر هيروز في الاول وفي الاخر، ففكره ان احنا نشوف حاجه بصريه وازاي يتم استخدامها كده انا هبقى مطمن. مع انهم مع انهم يعني مش بيبقى ليهم علاقه مباشره بالسي جي اي، بس فكره استخدام السي جي اي في الاوقات المناسبه وفكره بقى حكايه القصه وسردها كده انا هبقى مطمن حرفيا. لكن طبعا ما نعرفش طبعا المستقبل هيروح معانا فين، وفكره انهي تدرج للشخصيات اللي هيبقى مؤثر معانا في الافلام الكبيره الافلام الجماعيه، وانهي الشخصيات اللي تبقى قياديه اللي بالمنظر مفيش مبشر. لان لو بصيت كده وعملت احصاء للشخصيات معاك، ايه الشخصيات اللي انت متوقع تكون في كاريزما او قريبه من الكاريزما بتاعت الشخصيات القياديه؟ حرفيا مفيش، حرفيا مفيش. هم بس ثلاث شخصيات بالكتير، غير كده كلهم شخصيات ثانويه الثانويين، لكن هم بس متصدرين افلامهم او مسلسلاتهم بكل تاكيد. يمكن مش عايز ارغي كتير حرفيا في الفيلم بدون حرق، لان ما فيهوش تفاصيل على مستوى التفاصيل بتاعه الفيلم، لان هو الفيلم مقفول على نفسه بكل حاجه. الفيلم بس بيكلمك عن واكاندا وبيكلمك عن مملكه نيمور وما الى اخره، والصراع اللي ما بينهم، والصراع اللي مؤثر طبعا على العالم كله، وفكره الامم المتحده ازاي بتبص لهم، فكره ان هم طبعا طمعانين في عنصر الفايبرينيوم اللي عندهم، حاجات كتيره جدا جدا. لكن تفاصيل الفيلم اللي ممكن نحكي عليها من جوه ما اقدرش اقول ان فيها حاجات كتير نقدر نتكلم عنهم بدون حرق. كل الحاجات دي محتاجه ايه مساحه مناقشه بحرق عشان حرفيا نقعد نتكلم. مش هيكون كلام كتير على قد ما هيكون كلام الفيلم ده موقعه وتاثيره فيما هو قادم، موقعه وتاثيره في ذا نيكست بلاك بانثر القادم، فكره تاثير وشخصيه نيمور والمملكه بتاعته في افلام مارفل القادمه واحداث مارفل القادمه، فكره التاثير بتاعت الفيلم ده وموقعه عامل ازاي، فكره ان الفيلم ده مثالي انه يختم المرحله الرابعه اللي كانت يعني حامله كل شيء سيء ممكن تشوفه وتتوقعه من مارفل طبعا من اخر سنتين 2021 او 2022. لكن الفيلم ده كان مثالي مش لانه بيختم احداث قبل كده، لان الفيلم هو بس عمل الحاجه اللي هو كان مطلوب منها، انه يبقى فيلم، انه يلعب على اوتار حساسه، اوتار دراميه، اوتار اكشن، اوتار حاجات كتير جدا ممكن تاخدها من تفاصيل الفيلم على المستوى البصري، على المستوى السينمائي، على مستوى السرد في القصص. ممكن يعني مصطلحات كتيره ممكن ما تفهمهاش من وجهه نظري، بس لما تتفرج على الفيلم هتحس وتقدر كل كلمه بقولها لك. بالنسبه لي تقييمي في النهايه فيلم بلاك بانثر 2 واكاندا فور ايفر هو 8 من 10. مش عايز احرق كلام كتير ممكن اقول عن الفيلم ده وفكره مقارنته بكل افلام ومسلسلات السوبر هيروز في 2022، لكن الكلام ده هنقوله ان شاء الله معانا في فيديوهات قادمه. وبس كده اعزائي المشاهدين، ده كان كل اللي عندي النهارده. اتمنى في الاخر تعمل لايك للفيديو، اشترك للقناه وتشوفني وان شاء الله جاي استنباك كل جديد. في النهايه كان معاك امين محمد، اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.